عايز اقول لك انه في خبر من كل 4 اخبار على السوشيال ميديا هو كذبه. اقول لك الاسوأ كمان، الابحاث بتقول انه الكذبه بتنتشر اكتر من الحقيقه بمعدل 6 مرات تقريبا. وثانيه واحده قبل ما تكمل الفيديو ده، هل انت متاكد ان كل اللي انا هقوله صح؟ وعايزك تخمن معايا كام في المية من اللي بتقراه على النت النهارده هو كذب. خليني اجاوبك، 73%، يعني اكتر من 3/4 المعلومات اللي وصلتك النهارده هي معلومات مضروبه. وعشان تتاكد اني مش بكذب عليك دلوقتي، الرقم ده من دراسه من MIT اتنشرت في مجله ساينس سنه 2018 على تقريبا 126 الف خبر. ودلوقتي انت هتصدقني ولا هتروح تتاكد بنفسك؟ اهلا بيكم في الفيديو النهارده اللي هيغير تقريبا طريقه تفكيرك. كتابنا هو كولينج بولشيت لجيفن ويست وكارل بيرجستروم، الاثنين اساتذه في جامعه واشنطن وخبراء في تحليل البيانات وعلم المعلومات. كتابنا النهارده فيه 3 مفاتيح اساسيه هنتكلم عليهم. المفتاح الاول وهو قانون السانيتي تشيك. خليني اوضح لك ببساطه كده. المؤلفين كان بيقولوا في الكتاب قبل ما تصدق اي رقم او اي احصائيه لازم تسال نفسك هو ده كان منطقي ولا لا. خلينا اوضح لك بمثال. في اعلان مثلا شفته اونلاين بيقول 98% من المصريين بيفضلوا المنتج ده. خلينا نحلل ونفكك الخبر ده واحده واحده. لو احنا بنتكلم مصر فيها تقريبا 105 مليون نسمه، 98% يعني 103 مليون نسمه على كلامهم ان هم بيفضلوه، يعني جربوا المنتج ده. ودي عينه اكبر من كل الناس اللي بتشارك في الانتخابات الرئاسيه تقريبا. السؤال هنا، ازاي شركه بالحجم اللي انا شايفه ده وصلت ل 103 مليون بني ادم في مصر؟ خدت بالك انا عايز اقول ايه؟ المفتاح الثاني وهو الكورليشن والكوزيشن، ودي من الحاجات اللي لما الناس بتشوفها او في باترنز كده معينه لما الناس بتشوفها بتربطهم ببعض، وما بيكونش الربط ده حقيقي او منطقي. خلينا ادي لك مثال. البلاد اللي بيتاكل فيها شوكولاته اكتر هي نفس البلاد اللي بتكسب جوائز نوبل اكتر. هل معنى كده ان الشوكولاته بتخلي الناس اذكياء؟ لا، السبب الحقيقي وهي انه البلاد الغنيه عندها فلوس تشتري شوكولاته اكتر وتعمل ابحاث على الشوكولاته اكتر، وعندها مصانع وانتاج لشوكولاته بشكل اكبر. وفي نفس الوقت ما دام عندها الفلوس ده وهي بلاد غنيه، فهي بتستثمر في التعليم والبحث العلمي. فاهم انا عايز اقول ايه؟ هدي لك مثال تاني. لما يقول لك مثلا انه الناس اللي بتشرب قهوه اكتر متوسط اعمارهم هو اكتر من الناس التانية، فهنا السبب مش في القهوه ان هي بتطول العمر، لا، السبب هنا انه الناس اللي بتشرب القهوه غالبا عندهم شغل مكتبي كتير، فعندهم دخل اعلى، فعندهم رعايه صحيه احسن. بس انا عايز نستثني بس مصر من المثال اللي فات ده. وده ياخدنا للمفتاح الثالث في الكتاب وهي خدعه البيانات المتفبركه. الكتاب كان بيتكلم ان في ناس بتستخدم الحيله الشيطانيه وهي استخدام الرسوم البيانيه. فلما مثلا تعملي جراف، انا اكيد هثق في الجراف ده. ليه؟ لانه قدامي جراف. خلينا ادي لك مثال. برزنتيشن شركه وهم بيقولوا مبيعاتنا زادت 300% الشهر ده. الجراف باين ان هو عالي بشكل غير منطقي بالمره، بس لما تركز في التفاصيل هتلاقي مثلا انه الشهر اللي فات باع منتج واحد، الشهر ده باع 4 منتجات، فالزياده فعلا 300%، بس من 1 ل4 حضرتك. وعشان تكشف الخدعه دي دور على الارقام مش النسب المئويه. خليني ادي لك مثال تطبيقي عملي من الكتاب علشان تكشف بيه مدى صدق المعلومات وهل هي حقيقيه ولا لا. فعندك 5 اسئله تسالهم على اي خبر. فلو شفت قدامك اي خبر او اي معلومه اتقالت قدامك بارقام او نسب او اي حاجه، اسال نفسك 5 اسئله. هو مين اللي قال الكلام ده وايه مؤهلاته؟ هو مين اللي يستفيد من الكلام ده لو الناس صدقت؟ الدراسه دي اتعملت ازاي او على كام شخص؟ طب هو فين الدراسه الاصليه مش مجرد صوره او سكرين شوت؟ طب هل في مصادر تانية بتاكد نفس الدراسه دي؟ لو ما قدرتش تجاوب هنا على 3 اسئله من اصل 5 اسئله فما تصدقش الخبر ده. تقييم الكتاب ده على امازون باكتر من 2800 تقييم ب 4.6 من 5، وتقييمه على جود ريد باكتر من 12000 تقييم ب 4.2 من 5. الكتاب ده مناسب للباحثين والطلبه، مناسب جدا لرجال الاعمال واصحاب المشاريع، مناسب كمان للصحفيين والكتاب، ومناسب لاي حد عايز يبقى مواطن واعي. طبعا الكتاب ده مش للناس اللي عايزين يعيشوا في وهم جميل، او الناس اللي بتكره الرياضه والاحصاء، او الناس المتشددين فكريا. وخليني اقول لك من الحاجات الصادمه جدا اللي شفتها في الكتاب ده لما قال انه 67% من الناس بتشارك اخبار وتنشرها من غير ما تقراها اصلا كامله، وانه 90% من المقالات العلميه المنشوره محدش قراها غير الكاتب نفسه المؤلف واللي بيراجع عليها. خلينا اشرح لك ال3 كتب دول لو انت عايز تكمل في نفس السياق ده. فانت عندك كتاب Thinking Fast and Slow، وعندك The Demon Hunted World، وعندك Weapons of Math Destruction. وطبعا في النهايه مش الهدف ان انا اخليك بارانويد او انك تشك في كل حاجه حواليك، بس المطلوب ان انت تفكر وتحلل وما تصدقش كل حاجه، وانك لما تسمع معلومه لازم تتحقق من مصدرها. لو عجبك الكتاب ده وعجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل كومنت وشير وسبسكرايب، وتشاركني في الكومنتات لو عندك كتاب عايز نتكلم عنه. سلام.